ليه القطط بتنام كتير؟ الإجابة هو ببساطة لأن القط مش كائن يومه زي يوم الإنسان. هي متبرمجة نظامياً إنها تكون كائن يصطاد، مش كائن يقعد يشتغل 8 ساعات زي البشر. بصي على أي قطه، سواء قطه بيت أو قطه شارع، هتلاقي عندهم نفس الدي إن إيه بتاع صياد قديم. جسم القطه معمول إنها تركز طاقتها في لحظة واحدة، بس هجمة واحدة بس تطلع فيها سرعة، عضلات مش طبيعية، وبعدين جسمها يبقى محتاج يعوض كل ده. فأحسن تعويض نوم طويل. القطة ممكن تنام في اليوم من 12 ل 16 ساعة، وفي أوقات بتوصل ل 18 ساعة، وده مش كسل، ده نظام دفاع وصحة لجسمها. تعال بقى على نقطة تانية، القطط عندها حاسة سمع وشم عالية جدا، ده بيخلي مخها دايما في حالة alert حتى وهي نايمة، وده نوع نوم اسمه اللايت سليب، يعني القطة نايمة بس عارفوا إيه اللي حاصل حواليها، عشان كده قرب جنبها وهي نايمة. هتلاقي ودانها بتتهز لو سمعت صوت بسيط، لكن لحظة اللعب والجري هنا بقى بيجي لها بيرست طاقة غريب، تلاقيها فجأة تعض اللعب أو تجري من أوضة لأوضة، ده بيطلع منها طاقة الصياد اللي جواها. غير كده هرمون الميلاتونين عند القطط بيتفرز أسرع وأكتر مننا، وده اللي بيخليهم يدخلوا النوم بسرعة، وتلاقيها بتتشقلب وهي نايمة ومش فارق معاها الدنيا. وفي حاجة بقى ناس كتير ما تاخدش بالها منها، القطط بتحب النوم في أماكن دافية وضيقه، زي كرتونه، زي فوق هدومك، زي جنب جسمك، ده بيحسسها بالأمان، والأمان ده نوم عميق. تيجي بقى لعجب حاجة، القطة وهي نايمة طول اليوم أول ما تسمع صوت كيس أكل بتتحول لأسرع كائن في الكون، وتقوم تقف قدامك كأنها ما نامتش من سنة. فالخلاصة القطط مش كسولة، القطط نظام حياتها مبنية على تجميع طاقة، انفجار، راحة، وده جزء من تصميم ربنا ليها عشان تقدر تعيش وتتصيد وتتعامل مع العالم حوالينها. فلو بتشوف قطتك نايمه كتير اعرف ان ده الصح، ده الطبيعي، ديفولت سيتنج بتاع القطط في نقطه. مهم كمان الناس فاكروه ان النوم عيار كسل، لكن في علم البيولوجي النوم بالنسبة للقطة هو الشحن بتاع جسمها. يعني تخيل موبايلك لو فضلت ماسك الموبايل وبتلعب عليه طول اليوم، معليش هيطفي القطة نفس الفكرة، جسمها نظام طاقة مش نظام دوام شغل. علشان كده دايما تلاقي القطة أكتر وقت بتنشط فيه هو بعد ما تصحى من نومه طويله، تلاقيها تتمطع وتوتر عضلاتها وبعدين تنفجر لعب، وده الطبيعي. وفي حاجة أغرب كمان، القطط بتنام ساعات كتير أكتر في الشتاء لأن جسمها بيستهلك طاقة أكتر علشان يحافظ على حرارته، فبتعوض الاستهلاك ده بالنوم، وبتحب الأماكن الدافية زي ظهر التلفزيون، جنب البلاي ستيشن، جنب اللابتوب، فوق هدومك، أي حاجة فيها حرارة هتلاقي فيها قطة نايمه. ولو القطة بتحس بعدم أمان هتنام أكتر وأكتر، وده أسلوب دفاع عشان تقلل احتكاكها بالعالم الخارجي. وفي حاجة لازم تتقال بوضوح، أغلب نوم القطط مش نوم عميق، ده نوم نص نص. القطة نايمه لكن دماغها صحي، عشان كده تلاقيها عادي جدا تقوم على أي صوت غريب وتعمل نفسها ولا كانت نايمه أصلا. لكن النوم العميق فعلا ده بيجي فترات قليلة قصيرة، وفي الفترات القصيرة دي بتعمل أغرب حركة في جسمها، تلاقي ديلها بيتحرك شوية أو ودانها بتتحرك أو رجليها بتتنفض كأنها بتجري في حلم. ده حرفياً القطة بتحلم إنها بتصطاد. فالقطة مش كائن بيهرب من الحياة، لا ده كائن مخه مصمم يشتغل ساعة ويستريح ساعات، وده سبب إنه عمره ما يبان مرهق ولا شكله مكسر. القطة دايماً شكلها رايقه علشان روتين النوم ده بيحافظ على شكلها وطاقة جسمها. فلو عندك قطة في البيت وتقول دي نايمة طول اليوم، اعرف إنك شايف النسخه الحقيقي من القطط، مش نسخه مع طوبه، ده الطبيعي.